السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عاشق ومحب الكناري في كل مكان، كل عاشق ومحب الجيسكا، كل عاشق ومحب شبيبة القبائل في كل مكان. قبل ما اقول لك على اي شيء محتاجين منك الصلاة على سيدنا محمد. والله هيك الجميل والحابب تنزل تنضم لقناتنا طبعا شرف كبير. هقول لك على جدول مباريات شبيبة القبائل في دور المجموعات الدورة طبعا القرعة اسفرت عن يعني كده مواجهات نارية، مواجهات يعني كده ستكون يعني كده مع عمالقة الكرة الافريقية في الكبار. عملاق كناري، عملاق جزائري مع العمالقة الكبار. ستكون مجموعة الموت زي ما بيقولوا، مجموعة النار، مجموعة طبعا نتمنى ليها للكناري ان شاء الله بالتوفيق. لم تكن قرعة دوري ابطال افريقيا رحيمة بشهادة القبائل، بل وقعته كده في وسط ثلاث عملاق للكرة، وهو عملاق جزائري ايضا، هو الاهلي المصري، الجيش الملكي المغربي، ويانج افريكا التنزاني. وهنقول لك على طول يعني كده اول مباراه في يعني كده هتكون العملاق الجزائري الكناري سيحل ضيفا على الاهلي المصري ان شاء الله خارج الديار، ويستقبل بعد كده ينجا افريقيا على ارضه. وهنقول لك على الجدول على طول. الجوله الاولى هتكون مع الاهلي ان شاء الله على ارض الاهلي في مصر ان شاء الله، مع الاهلي مع شبيبه القبائل يوم 21 او 22 نوفمبر 2025 ان شاء الله. والجوله الثانيه هتكون شبيبه القبائل سيستضيف ينجا افريقيا يوم 28 او 29 نوفمبر 2025. والجوله الثالثه يستضيف شبيبه القبائل الجيش الملكي يوم 23 او 24 يناير ان شاء الله 2026. وايضا الجوله الرابعه الجيش الملكي سيحل ضيفا يعني كده شبيبه القبائل سيحل ضيفا على الجيش الملكي يوم 30 او 31 يناير 2026. الجوله الخامسه ان شاء الله شبيبه القبائل يعني كده يستضيف الاهلي المصري على تيزي ووزو المدينه الجميله يوم 6 او 7 فبراير 2026. والجوله السادسه والاخيره ينجا افريكان سيستضيف شبيبه القبائل على ارض وسط جمهوره يوم 13 او 14 فبراير 2026. ده طبعا يعني السجل الحافل لشبيبه القبائل في دوري ابطال افريقيا، حيث توج مرتين في تاريخه سنه 1981 وسنه 1990 ان شاء الله. طبعا كل التوفيق ليه، وطبعا في مباراه مجموعه تسمى بمجموعه الموت، مجموعه قويه جدا جدا جدا. الاهلي المصري، شبيبه القبائل، يانج افريكا، والجيش الملكي. طبعا كل التوفيق للكناري الاصفر الجيسكا. لو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنساش بقى اكبر لايك بعد الصلاه على سيدنا محمد. اجيب لك كل ما يخص الجيسكا الكناري والمنتخب الجزائري الحبيب ان شاء الله.